السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ أكيد كلنا بنستخدم الموبايل كل يوم، وأكيد لاحظنا إن الشاشة بتستجيب للمس صوابعنا، بس مش بتستجيب لما نحط إيدينا كلها. السؤال ده خطر على بالي، وأنا متأكد إنه خطر على بالكم برضو. تعالوا نكتشف السر ده مع بعض. الحكاية كلها بترجع لتكنولوجيا اسمها الشاشة السعوية أو Capacitive Touch Screen. الشاشة دي مصممة بطريقة ذكية جدا، فيها طبقة رقيقة من مادة موصلة للكهرباء، وعليها طبقة من الزجاج العازل. لما بنلمس الشاشة بصبعنا بيحصل تفاعل كهربائي لطيف جدا. ليه؟ لأن جسم الإنسان موصل للكهرباء بسبب المياه والأملاح اللي جواه. صباعنا بيعمل تغيير في المجال الكهربائي للشاشة، والموبايل بيترجم التغيير ده لإحداثيات دقيقة على الشاشة. طيب ليه مش بتشتغل لما نحط إيدينا كلها؟ السبب إن الشاشة مصممة تستقبل نقطة تلامس صغيرة ومحددة. لما بنحط إيدينا كلها بنعمل مساحة تلامس كبيرة، والشاشة مش بتعرف تحدد فين بالظبط عايزين نضغط. تخيلوا معايا لو كنا بنلعب لعبة على الموبايل، وكل ما نحط إيدينا على الشاشة تتلخبط وتضغط في كل حتة، أكيد هتبقى تجربة مزعجة. علشان كده المهندسين صمموا الشاشة تستجيب بس للمس المركز والدقيق. الموضوع مش بس كده، الشاشة السعوية دي ليها مميزات كتير. بتقدر تميز بين لمسة واحدة ولمستين في نفس الوقت، وده اللي بيخلينا نقدر نكبر الصورة بصباعين. كمان بتقدر تحس بقوة اللمسة، وده بيساعد في تطبيقات كتير زي الرسم والألعاب. في حاجة كمان مثيرة للاهتمام، الشاشة مش بتستجيب لللمس واحنا لابسين جوانتي عادي. ليه؟ لأن الجوانتي العادي مش موصل للكهرباء، لكن في جوانتي مخصوص للشاشات اللمسية مصنوع من مواد موصلة للكهرباء. المهندسين فكروا في كل حاجة، حتى لو الشاشة بتتبل شوية هتفضل شغال عادي. بس طبعا مش معنى كده إننا نغرق الموبايل في المية. المية الكتير ممكن تأخر على دقة استجابة الشاشة، وممكن تعطل الموبايل كله. وعلشان نحافظ على الشاشة تشتغل كويس لازم نفضل منظفينها كويس. الأوساخ والدهون اللي بتتجمع على الشاشة ممكن تأثر على حساسيتها. كمان لازم نستخدم واقي شاشة مناسب علشان نحميها من الخدوش. تخيلوا معايا لو رجعنا للموبايلات القديمة اللي كانت بتستخدم القلم، أكيد الحياة كانت هتبقى أصعب بكتير. دلوقتي بنقدر نتصفح ونلعب ونتواصل بكل سهولة بصوابعنا. العلم والتكنولوجيا بيطوروا حياتنا كل يوم. من حاجة بسيطة زي لمس الشاشة نقدر نشوف قد إيه العلماء والمهندسين بيفكروا في كل التفاصيل علشان يسهلوا حياتنا. أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. وسيبولي في الكومنتات أي أسئلة تانية عندكم وأنا هحاول أجاوب عليها كلها. سلام.